يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، اخباركم يا حبايب قلبي واحلى اخوات واحلى متابعين؟ وحشتوني كتير كتير جدا يا بنات والله. طبعا رجع لكم فيديو النهارده، فيديو جامد جدا واتمنى الفيديو يعجبكم. وما تنسوش تحطوا اللايك واحلى كومنت من احلى اخوات في الدنيا. هنعمل مع بعض يا بنات النهارده وصفه سهله جدا وجميله من وصفات العيد، طبعا كلنا عارفينها. اللحمه المشويه، اللحمه المشويه ديت من الاكلات اللي لازم نعملها الجميله مع الرز المبهر المفلفل الجميل اللي انتوا شايفينه. طبعا احنا عاملينه بالرز المصري مش الرز البسمتي. يلا بينا نسمي الله ونبتدي مع بعض. اول حاجه هنا انا جبت اللحم بتاعي، واللحم ده كان لحم ضاني، بس مش شرط، انت عندك لحم بقري، لحم معيز، لحم اي نوع لحم، المهم تكون لحمه ايه ملبسه شويه بحيث الدهن يسوي اللحم، لان احنا مش بنحط فيها ميه ولا اي صوصات ولا اي حاجه. شايفين اللحم بتاعي يعني فيه عظم وفيه لحم من غير عظم، بس هو لحم يعني متلبس شويه. يعني ايه متلبس؟ يعني فيه دهن يا بنات. اللحم اللي فيه دهن ده بينفع جدا للشوي، لان الدهن بيطر اللحم معاك، ما بيخلوش لحم تحس متفل وناشف كده، لا بتبقى طريه كده وجوسي شويه، وتعرفي تاكليها تستمتعي بيها، بتبقى حاجه ما شاء الله اللهم بارك. هنا البهارات بتاعتي عباره عن فلفل اسود، طبعا انتوا شايفين الفلفل الاسود فيه ورق لورا وحبهان ومستكه، وانا ضرباه كله ايه فرماه مع بعضه، وبهارات لحم وجنزبيل وقرفه وكركم، والله ما صل على النبي. والبهارات التانية دي بهارات حواوشي، انا حبيت احط عليه بهارات الحواوشي تديها طعم نكهه حلوه. وعبارة او بحط طبعا الخليط في الخلاط ده طماطمايه وقرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر والبصلايه وفصين توم، بضرب كله مع بعضه كده في الخلاط، وبنزل عليه بقى بالبهارات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها. وما تنسوش طبعا الملح، حطوا الملح يا بنات، حط الملح، حط اللايك، حط اللايك من احلى اخوات في الدنيا، ما تحرمش منكم ابدا، ويديمكم دعمه في حياتي يا رب كلكم على راسي. هنا هقلب بقى الخليط كله مع اللحمه، طبعا مصفيه اللحم جد كويس من الميه اللي فيها دم دي، عشان ما يبقاش فيه ايه ميه بدم كده وتدي ريحه زفاره. فهنا الريحه كانت خطيره جدا جدا والله يا بنات، وريحه التوابل كده مع الخضار اللي انا فرماه في الخلاط مع اللحم كان ما شاء الله اللهم بارك. انا سبت الخليط ده كده، قفلت عليه كويس بالكيس ستريتش او كيس تلاجة الموجود عندك، وسيبيه في الفريزر او التلاجة. انا سبته في التلاجة لتاني يوم تبل، واللحم شرب من التتبيله، وكان طعم اللحم خطير جدا جدا، اللهم بارك يا رب، الف هنا وشفا لكل كل منه. شايفين ده تاني يوم بقى حتى اللون الصوص اتغير جدا. وهنا انا جهزت الشوايه بتاعتي، وطبعا بسمله بيجهز لنا دلوقتي الفحم مولعه، بجهز كل الليل الخطوات بتاعته بقى. قلت على ما يجهزوا الفحم ونروح نحط اللحمه، كنا عملت شويه الرز المبهر بتاعي، هعمله بطريقه جميله جدا وبسيطه بالرز مصري، مش هيكلفك حاجه، مش لازم رز بسمتي ولا حاجه. هنا معايا الاسمر ده اللومي او الليمون المجفف جميل جدا، وده كان اول مره اجربه بس عجبني جدا. وبهارات لحم وبهارات كبسه وكركم او كاري الموجوده عندك، بس انا كنت حاطه كركم. بس فرقت معاها بهارات الكبسه دي جميله برضو، جربتها كانت اول مره بس جميله جدا مع اللومي اللي هو الليمون، والقرفه لو عندك قرفه خشب حطي، انا كان عندي قرفه بودر، كانت جميله جدا وادته نكهه عاليه، والريحه برضو حاجه ما شاء الله اللهم بارك. البهارات ديت بتودي الرز في حته تانية خالص، بالله مش تشكيل في الاكل، بس كل اللي كان منه عجبه جدا. حتى كانت بقى شويه رز كده بعيد عن اللحمه، يعني بعد ما اللحمه خلصت بقى شويه رز البنات كانوا بيجيبوه ياكلوه، كان عاجبهم جدا. انا اسيب بقى الخليط ده كله ياخد ويدي كده مع بعضه ويغلي غلوه كويسه. وهنا بسمله جهز لنا الفحم بتاعنا، فهجهز بقى الايه الشوايه، وكنت غسلاه كويس جدا. هنزل باللحم بتاعي ارصه جنب بعض كده، طبعا اللحم ده فيه عظم يا بنات وفي قطع من غير عظم، فمفيش اي مشكله خالص، كله هيستوي لان احنا بنسوي على نار هاديه. وطبعا تسويه اللحم في الشوي ده عايز ناس تكون عندها خبره شويه، لان النار تكون هاديه مش تكون عاليه، عشان النار العاليه هتدي معاكي اللحم لون بسرعه ويتحرق معاكي ويكون لسه ما استواش من جوه. لكن البسمله ما شاء الله عليه، ربنا يبارك في عمرك يا اشرف يا رب ويخليك لينا، سوهولنا على نار هاديه، وكان قاعد يعني خد مننا وقت جامد بجد، بس النتيجة في الاخر حاجة مبدعة، خلتنا كلنا كلنا واستمتعنا، واللحم كان طري وجوسي وجميل، وبألف هنا وشفا لكل الكل منه. وجربوها هيعجبكم، الطريقة سهلة جدا، واتمنى بجد الفيديو يعجبكم. انا قلت بلاش الحتة اللي فيها عظم، بس البنات قالوا لي لا يا ماما اعمليها، احنا عايزين مصمصها يعني بيبقى طعمها حلو. طبعا اللحم الضاني ده ما شاء الله عليه اللهم بارك، بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي كان منه. كده انا جهزت معانا، وشايفين زي ما انتم شايفين عملنا بقى الفحم في الشوايه بتاعتنا، وحطيت انا اللي حطيته عشان اخد اللقطه يعني بس كان يوم جميل جدا، يوم ممتع وما شاء الله كلنا كنا مبسوطين جدا.
وهنا أنا الرز بتاعي طبعا ده رز مصري، غسلاه كويس جدا وصفيته من الميه، وسبت الميه بتاعت البهارات تاخد وتدي كده وتغلي مع نفسها كويس. كانت الريحه والله ماليه المكان جميله جدا جدا يا بنات. نزلت بقى بالرز بتاعي. لو انت عندك رز بسمتي مفيش اي مشكله، رز مصري اللي يعجبك، بس انا عملته برز مصري يعني بدون اي تكلفه، بحيث لو انت عايزه تعملي رز مبهر برز مصري جميل. شايفين الدهون عماله تسيح وتنزل على على الفحم، هي اللي بتشعلله. فانا عشان كده بقول لكم لازم اللحم المشوي يكون فيه نسبه دهن. نسبه الدهن بتطري معاكي اللحم، تطريها كده وتخليها جوس، مش تبقى متفله، وكانت جميله والله اللهم بارك. انا في الفتره دي بقى الرز بتاعي كان بيتلدن، واللحمه شايفين ما شاء الله بدات تستوي. كانت حاجه ما شاء الله جميله جدا. انا عن نفسي وانا بسجل دلوقتي حاسه اني شامه الريحه، وقلت انا جوعت بامانه، انا جوعت. كان يوم جميل جدا، واللحمه كانت جميله جدا 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 وشيقه. واحلى حاجه المشاوي تفتح النفس كده عكس المسلوق. يعني المسلوق ده احنا بنعمل مسلوق على طول، لكن المشاوي كده لازم يكون العيد ليه طقوس خاصه بيه كده. فما شاء الله الريحه جميله يا بنات، والطعم كان اجمل، وكل حاجه كانت ممتعه. واتمنى تحطوا كومنت حلو من ايديكم يا احلى اخوات في الدنيا. واللي وصل معايا لعندي هنا يحط اللايك يا احلى اخوات واحلى عيله، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. احنا هنا مشغلين المروحه الارض دي، مروحه المكتب، عشان ايه؟ تساعد مع الفحم. ما شاء الله، بدل يعني ما نقعد نهف كده بايدينا. وهنا حمودي رايح جاي عمال ايه يلف حوالين بابا وحوالين اللحم مستعجل، عمال يقول يلا يا بابا. فبابا قال له اقعد هنا بس اصبر، بيقعده يعني. حمودي ده حته عسل، ربنا يحفظك يا احمد يا ابني، يا رب يبارك لي في عمرك. المروحه حلوه يا بنات، بتساعد على الفحم بدل ما تقعدي تهف كده باي حاجه. المروحه جميله. وكده كان النتيجه الاخيره. انا كان نفسي اوريكم الرز واوريكم كل حاجه، بس التليفون فصل مني في الحته دي، فمعذره اعذروني. بس النتيجه كانت جميله، شايفين ما شاء الله اللحم مستوي والدهن كمان جميل، وطعم الشوي تحفه 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 والله يا بنات، جميله جدا جدا، بالف هنا وشفا يا رب. وشايفين الرز طالع مفلفل وتحفه، وكانت حاجه ما شاء الله اللهم بارك، بالف هنا وشفا. واشوف وشكم على خير يا رب، مع السلامه.